في فضيحة جديدة تكشف جنون الحزب فوكس الإسباني. أطلق الحزب اليمين المتطرف حملة استنكار ضد التوجه الأمريكي نحو بيع مقاتلة F-35 الشبحية للمغرب، واصفا هذه الخطوة بأنها تهديد مباشر لأمن أوروبا وإسبانيا. التصريحات جاءت وسط تقارير أمريكية تؤكد دخول المغرب في مفاوضات متقدمة مع واشنطن لاقتناء مقاتلات الجيل الخامس، واعتبره الحزب الإسباني تطورا خطيرا يقلب موازين القوى في شمال إفريقيا ويربك حسابات مدريد العسكرية. وقال أحد نواب فوكس داخل البرلمان الإسباني بنبرة هستيرية: لا يمكن القبول بتسليح المغرب بهذه الطائرة المتطورة، فهو يشكل تهديدا استراتيجيا لجزر القناري والسواحل الجنوبية الإسبانية. موقف فوكس يعكس حجم التوتر والخوف داخل الأوساط اليمينية الإسبانية بين التصاعد المستمر لقوة المغرب العسكرية، خاصة بعد سلسلة من صفقات التسلح النوعية التي شملت طائرات بدون طيار، الأنظمة الدفاعية المتقدمة والغواصات. في الوقت الذي لم تصدر فيه الحكومة الإسبانية أي تعليق رسمي، وصل الإعلام المغربي تسليط الضوء على التفوق العسكري المتصاعد للمملكة وسط صمت أوروبي مربك وارتباك سياسي في مدريد.